السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الموضوع ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم غادي يهم بزاف ديال النساء، لا الصغارات وحتى الكبارات، لانه كيهم الهرمونات ديال النساء، الهرمونات ديال الانوثه. كيصلح بالدرجه الاولى النساء اللي تعذر عليهم الانجاب، يعني اللي ما كيولدوش. كاينين بزاف ديال البنات تزوجوا تقريبا حتى 8 سنين و9 سنين وما جابش الله، كيكونوا الهرمونات عندهم ما مقادينش. هنا جبت لكم واحد العشبه زوينه بزاف اللي كتقاد الهرمونات، وان شاء الله باذن الله كاين السيده اللي استعملت هاد العشبه غير لمده 3 ايام وجاب الله الحمل. دارت داس ديال الحمل وصابت راسها حامله، وكاينه اللي دارتها لمده 7 ايام، ولا اللي كيكونوا عندها لي زورمون ديال لي فام ديال النساء تيكونوا ناقصين بزاف، ما كيكونش توازن ما بين الاستروجين والبروجستيرون. الا كانت يعني واحد ديزيكيليبر اللي كبير بزاف، تقدر تستعملها حتى لمده شهر، وفي الماكسيموم لمده 40 يوم. هاد الوصفه رخيصه وموجوده بزاف في المغرب. وهاد العشبه بالضبط، قلت الوصفه، العشبه موجوده في المغرب. وفي الاول فاش بحرات عرفت كانوا كيقولوا بانها راه كتجي من السعوديه وراها غاليه، ولا لا، معروفه مزيان. ولكن فين هي بالضبط كاينه، فين كتنبت هنا في المنطقه ديال الصحراء، في هذه المنطقه اللي عندنا حنا. هاد يعني في العيون انا لقيتها كتباع. البنات اللي في العيون ما يمشيش يشريوها من عند العشابه، لان العشاب غادي يبيعها لك غاليه شويه. غادا تمشي تشريها من عند هذوك اللي كيبيعوا العشوب ديال صحراوه، العلك والنيله والعشوب ديال صحراوه اللي كيكونوا مفرشين في الشارع ديال سكيكيمه. المهم هادو بالنسبه للبنات ولا النساء اللي كاينين، تنقول البنات لان صالحه حتى البنات. بالنسبه للنساء والبنات اللي كاينين في العيون، غادي تشري وحيده بحال هكذا بدرهم. يعني الا خديتي 5 غتشريهم بخمسة دراهم، وهي كيف ما كتشوفوا راه يابسه ناشفه. ولو تشري حتى كميه كثيره غادا تبقى عندك، ما غاداش تخسر. مثلا شي سيده اللي عندها شي حد في الداخل ديال المغرب وغادا تشريها غاليه، تديها ليها. الا كانت غادا تديها ليها من هنايا لانها رخيصه. هذا لاش كتنفع؟ قلت انا النساء وكذلك البنات. هي كتقادنا لي زورمون، كتيكيليبري ما بين الاستروجين والبروجستيرون باش كيكون ميكيليبري لهذاك المستوى اللي بالنسبه للبنات ما كتحبسش عليهم لا غاكل. كتجيهم دم الحيض، كتبقى تجيهم الا استعملوها، كتجيهم دم الحيض، كتجيهم في الوقت ديالها وما كتبقاش تعطل على الوقت ديالها وما كتحبسش فيهم. وكذلك الاوجاع ديالها ما كتبقاش تجيهم الوجع. هذه من جهه انها تشربها البنت. كذلك اللي عندها آه اللي عندها تكيس ديال المبايض. وهاد التكيس ديال المبايض راه ولا معروف دابا بزاف، وكيمشيو البنات عند الطبيب وكيعطيهم لي زورمون. وحنا عارفين بان لي زورمون اللي كنخوضوهم على شكل اقراص راهم خايبين للمراه، سواء في السن ديال الياس ولا فاش تكون صغيره، ولا تكيس المبايض، ولا اللي كتكون عندها البطانه ديال الرحم المهاجره. يعني راهم خايبين بزاف، لان لي زورمون هما لا قدر الله هما اللي يسببوا لنا الامراض السرطانيه. اذا حنا نديروا هاد العشبه. وهاد العشبه واخا هضرت لكم عليها باقا ما قلت لكمش الاسم ديالها، اللي هي عشبه مريم او كف مريم. وكيف ما قلت لكم موجوده كثيره هنا في الصحراء. كيجمعوها هادو اللي كيبيعوها، كيجمعوها في الخيش. يعني كتصيبي حاط خيشه وكيقول لك بدرهم الوحده، اختاري وهزي 10، عطيه 10 دراهم ولا 5 دراهم. المهم هذه راه زوينه بزاف. كيف ما قلت لكم بالنسبه اللي عندها البطانه ديال الرحم مهاجره، بالنسبه اللي عندها تكيس ديال المبايض، بالنسبه اللي عندها لغاكل ما كتجيها بالاوجاع. وكذلك بالنسبه للبنات او السيدات اللي وصلوا لسن الياس، يعني ما بقاش كتجيهم لا غاكل على 36 عام ولا على 24 باردون على 40 عام. وكاين اللي ما كتبقى كتحبس عليهم وهما قل من 36 عام.
يعني هذه راه زوينه بزاف، وخصوصا بالنسبه للنساء اللي بغاو يحملوا كيتزوجوا كتبقى واحد المده مسكينه ما كيجيبش لله. هاد العشبه راها كتقديها لي زورمون، وراها بزاف ديال البنات جربوها، قلتها لهم وجربوها وصدقت، يعني صدقوا حاملين في نفس الشهر اللي شربوها. كيفاش غادي نستعملوا لهاد العشبه؟ وغدا نقول لكم على من هي ممنوعه، يعني شكون اللي ما خصوش يشربها. هنا كاينين ثلاثه ديال الطرق تقريبا باش غادي نستعملوها. الطريقه الاولى وهي السهله واللي يعني كنصح بها بزاف، هي اننا غادي نشدو واحد شويه كيف ما غادي نوريكم. كتبان كانها ماشي يابسه، ولكن يابسه بزاف وقاصحه، لدرجه انها علاش سميت بكف مريم، لانها فيها بحال الشكل ديال الصبيعات، بحال هذا الصبيع، وهما مجموعين بحال شي كف مجموعين اليدين هكذا، بحال شدينا يدينا وجمعنا الاصابع ديالنا كل صبيع بحال هكذا، وكيكونوا مجموعين بزاف، ما كيبغيو يتفكوا غير بالزز. هذا هو الفريع منها او هاد شويه منها، كتشوفوا راه فيه الزريعه، ولكن غادي نوريها لكم من بعد فاش غادا ترطاب، غادي يتبان لكم واضحه اكثر كيف ما وريتكم في الاول ديال الفيديو. هنا من بعد ما غسلتها مزيان غادي نعمر عليها واحد الكأس ديال الماء هكذا اللي وصل لدرجة الغليان، ما نتبخوهاش نهائيا. غادي نعمر عليها الماء، طريقة سهلة، عشبة رخيصة هكذا وحيدة كيف ما قلت لكم، كتباع بدرهم، وحتى في الداخل كاينه موجودة في المغرب كله. وغادا تشديها تغسليها مزيان لان كيكون فيها التراب عادي، راه عشبه نايضه في الارض، نايضه وهي عشبه كيف ما قلت لكم صحراويه، يعني كتنوض في المناطق القاحله. هنا هاد العشبه راها هاد النواحي ديال المنطقه ديال العيون، وكتشديها وكديريها هكذا، تخو عليها الماء طايب، وغادي تغطي عليها وتخليها حتى تبرد مزيان، ربع ساعه ولا ثلث ساعه حتى كيبرد الماء. علاش حتى كيبرد الماء؟ يعني حتى ما كتبقاش هي كتطلق نهائيا. وكنصفيها كنحيدها وكنشربوا هذاك الماء. وغادي نقول لكم امتى غادي نشربوا هذا الماء. هاد الماء بالنسبه للبنات اللي كتعطل عليهم الغاكل، ولا بالنسبه للبنات او السيدات اللي عندهم بطانه الرحم المهاجره، بالنسبه للناس اللي عندهم تكيس ديال المبايض، وكذلك بالنسبه للناس اللي ما كيحملوش، وهذا اللي هو مهم بزاف في هاد الوصفه. بالنسبه لهادو كاملين غادي نشربوها جوج ديال المرات، مره في الصباح ومره في الليل فاش نبغيو نعسو. هنا الا بغينا نستعملوها بطريقه اخرى، غادي هنا خديت وحيده اخرى اللي هي كيف ما كتشوفوا صغيره وماشي مكدسه بزاف، يعني ما فيهاش ديك الزريعه بزاف. غادا تغسليها وغادا تقلبيها بحال هكذا كيف ما وريتكم، تقلبيها وتخليها حتى تنشف، حتى تنشف مزيان، راه بسرعه كتنشف. يعني ديريها غير في الظل، علقيها في شي حبيل ولا في شي حاجه ولا في شي مسيمر، وخليها هكذاك في الظل وغادا تنشف. فاش غادا تنشف غتولي هكذا. حنا كيهمنا منها هذيك الزريعه وداك الربيع اللي فيها، وما هاد العواد هادو راه في الاخر في هاد الوصفه ما غاديش نستافدوا منهم، يعني غادي نحيدوهم. كتشديها من بعد ما هي مغسوله وناشفه وعرفتي بانها نقيه، يعني نظفتيها، غادي تشديها وغادي تقطعيها بحال هكذا بمساعده الموس لانها قاصحه على اليدين، وغادي تطحنيها وانا غادي نطحنها وغادي نرجع معكم. من بعد ما طحنتها كيف ما قلت لكم دوك العويدات راه ما كنستافدوش منهم في هاد الوصفه الثانيه. غادي نغربلوها بحال هكذا، وغادي يبقى لنا هاد المسحوق ديالها ديال كف مريم، شفتوه؟ هو اللي غادي نستعملوه بجوج ديال الطرق. الطريقه الاولى باش غادي نستعملوه هو انا هنا هاد المعالقه، ردوا البال البنات، راه ماشي الملعقه ديال القهوه، هذه صغر من ملعقه ديال القهوه. اذا هذه راه الربع، الا درتي الملعقه الصغيره العاديه ديري الربع ديالها، يعني غير الراس. اما هنا كندير تقريبا نص، لان هذه الملعقه صغيره بزاف كتهز النصف ديال الملعقه العاديه ديال القهوه. وغادي تشربي واحد رويس ديال هاد الملعقه مع الصباح، وغادي تشربي رويس هكذاك، يعني الربع ديال الملعقه عاديه في الليل.
غادي تشربيه بالماء عادي كما كنشربوا الكمون بالماء، ولا كنشربوا هكذا الحلبه مطحونه بالماء. الوصفه الثالثه هو انك غادي تشدي واحد الرويس، يعني الربع ديال الملعقه صغيره، وغادي تخلطيه بواحد الملعقه صغيره ديال العسل، وغادي تخوضيه مع الصباح، وكذلك غادي تخوضيه في الليل فاش تبغي تنعسي. هادو هما 3 ديال الطرق باش غادي تستعملهم اي انسانه. امتى غادي تستعمليه؟ غتستعمليه بالضبط لا بالنسبه للبنات اللي كتجيهم الغاق واعره، ولا بالنسبه للناس اللي بغاو يعني انها تحمل، ولا بالنسبه للبطانه المهاجره، ولا بالنسبه للتكيس. غادي تخليه حتى تدوز فاش غتجيك الغاقل، غادي تدوز واحد 3 ايام 3 جوغ 3 ايام، وغدا غدا تشربيها. غتبداي تستعملي هذه الوصفه يوميا، استعمليها 4 ايام، الا ما قدرتيش تستعمليها اسبوع، والا ما قدرتش تبقاي تستعمليها في الصباح وفي العشيه لمده شهر. والماكسيموم يعني اكثر مده اللي تقدري تشربيها ما تفوتيش 3 شهور، ما تفوتيش 3 شهور. اما اغلبيه الناس غير كيبداو يشربوها باذن الله كيحملوا، لانها كتقاد لي زورمون. كتقاد لي زورمون بالنسبه للبنات اللي كتكون الدم كتجيهم وكتقطع، وبالنسبه كذلك كتعالج تكيس ديال المبايض، كتعالج جميع يعني الامراض اللي عندها علاقه بلي زورمون ديال النساء. نتمنى انكم ديروها، وكنطلب منكم اي بنت دارتها وصدقت ليها ترجع لي كومونتير وتقولها باش تشجع بنات اخرين يديروها. راها رائعه، ما غتحتاجي لا تمشي عند الطبيب، لا تاخذي لي زورمون لا والو. وكذلك اي سيده دارتها وجاب لها الله انها يعني جاب لها الله بهذا السبب انها حملت، ترجع وتقولها باش تشجع كذلك السيدات يديروها. واللي ما خصوش يشربها واحد الايجابيه اخرى نسيت ما قلتهاش، هي ان السيده فاش كتبغي تولد كيبقى ليها واحد النهار ولا يومين وكتعسر عليها الولاده حتى هي تشربها، راها كتسهل الطلق، يعني كتسهل الولاده، ولكن حتى تبقى ليها غير واحد يومين ل 3 ايام هي اللي تشربها. كذلك بالنسبه للرجال ما يشربوهاش نهائيا، ماشي غير كتعكر وانما كتخسر لي زورمون ديال الراجل، وكي يعني خايبه بالنسبه للرجاله. المهم نتوما فهموها، خايبه بالنسبه للرجاله نهائيا، ما يشربوهاش، ممنوعه عليهم نهائيا. ونتمنى ان كل سيده ما كتولدش انها تحمل وتجي تقولها لنا، وكذلك البنات ما يبقاوش يعانيوا مع الغاكل، كذلك اللي عندهم تكيس من بعد واحد المده يمشيو ويديروا تحاليل ويقلبوا، راها زوينه بزاف. مهم نتمنى الشفاء من الامراض لكل المرضى، ونتمنى ان كل سيده تحمل ودير وليدات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.